مش كل الشغلانات اللي انت بتشوفها بتكون حلوه، يعني في شغلانات بتبان من بره انها جميله كده ولذيذه، مرتبها بيبقى حلو، وانت لما تشوفها تقول دي شغلانه كويسه. طب السؤال المهم جدا، هل اللي بيشتغل فيها بيكمل؟ طب هل بعد ما بيسيبها بيكون اخد خبره؟ النهارده هندخل في شغلانه وهنجيب البواطن بتاعتها من واحد كان شغال فيها وسابها وراح مكان تاني. بصوا يا جماعه، بالنسبه للفوت اللي عملناه امبارح، الفوت ده عشان نقسم القناه حسب المحتوى، لان انا شايف ان في ناس ساعات ما بتقبلش على انواع معينه من المحتويات في القناه هنا، وانا بصراحه انا عايز ابقى متنوع، مش عايز اثبت على محتوى واحد. فانا في القناه هنا زي ما اتفقنا بنتكلم في مجتمع العمل، وبتكلم في الحياه الاجتماعيه والصفات البشريه، وبتكلم في مواضيع تخص الراجل والست. فعلشان ما يحصلش تخبط في القصه دي، عدد فيديوهات القناه هنا في الاسبوع 3 فيديوهات. احنا هنثبت كل يوم لمحتوى معين، كل محتوى هيبقى ليه قائمه تشغيل خاصه، عشان لو انت عايز تتفرج على كل الفيديوهات اللي تبع المحتوى تبقى جاهزه قدامك، ما تقعدش تدخل في محتوى تاني انت ما بتحبوش. قولوا لي رايكم في هذا الاقتراح، وهات الشاي بتاعك ويلا بينا. قصتنا النهارده عن واحد اسمه هاني. هاني اتخرج من الكليه وقعد بتاع سنه او سنتين كده يدور على شغل، وما كانش بيلاقي شغل حلو. يعني احيانا يلاقي شغلانه كويسه جدا بس مرتبها قليل، او العكس يلاقي شغلانه مرتبها كويس ولكن فيها مجهود ومش هيروح بيته. في مره كان بيتصفح اعلانات الوظائف على الانترنت، لقى شركه من شركات الاتصالات بتعلن انها عايزه ناس خريجين ومش محتاجه خبره، يعني ممكن يكون خريج من سنه او سنتين، مش عايزين خبره، واهم حاجه السن يكون من 21 ل 35 سنه، بتقبل مؤهل عالي او مؤهل متوسط. بس اهم حاجه عندهم ان الشخص المتقدم للوظيفه دي يكون كويس جدا في اللغه الانجليزيه. هتقول لي ليه؟ ما هي شركه اتصالات في مصر هنا، ليه هتحتاج اللغه الانجليزيه؟ لان احيانا في ناس بتبقى جايه من بره مصر، ناس اجانب يعني، وبيشتروا خطوط في مصر هنا، فبيبقى عايز خدمه عملاء ترد عليه في مصر، فلازم يكون الشخص اللي بيرد عليه بيعرف يتكلم انجلش. وكمان من المواصفات التانية اللي كانوا كاتبينها في الاعلان ان هو يكون صوته كويس، عنده طريقه كلام لبقه، ملتزم في المواعيد، بيعرف شويه كمبيوتر كده، واهم حاجه وحطوا تحتيها 3 خطوط، الهدوء عند الضغط، يعني بمعنى اصح يكون بيعرف يمسك اعصابه. المهم هاني شاف ان الوظيفه دي ملائمه ليه، وراح عامل السي في بتاعه وبعته لهم على الايميل اللي هم كاتبينه. وبعد كام يوم جاله الرد ان عنده انترفيو الساعه 8 في المكان الفلاني. وجاء يوم الانترفيو وهو كان لابس كويس وراح على المكان. اول ما دخل لقى قاعه كبيره وفيها ناس كتير جدا قاعدين، يعني تقريبا بتاع 40 او 50 واحد قاعدين، وكل اللي كانوا قاعدين كانوا متوترين جدا، يعني كان باين على وشوشهم ان هم متوترين. اللي قاعد يعض في صوابعه، واللي قاعد يهز رجله، واللي قاعد يبص يمين وشمال ومش قاعد على بعضه كده. انت طبعا لما بتدخل انترفيو تشوف المنظر ده بتحس كده ان انت ايه، انت ممكن كمان يتنقل لك التوتر ده، يعني فاهمني، انت بتبقى جاي اصلا متوتر خلقه. المهم راح داخل قاعد على الكرسي، وبعد شويه كده راح داخل واحد نده عليهم كلهم عشان يدخلوا اوضه من الاوض الموجوده في المكان. ولما دخلوا نفس الواحد ده راح قال لهم ايه، كل واحد يعرف نفسه بالانجليزي. طبعا هاني كان متوتر جدا لان الشخص اللي جنبه كان متلخبط على الاخر، مش عارف يجمع جملتين مع بعض، لدرجه ان الراجل هو بيقول له واتس يور نيم، الراجل قال له ماي نيم از، وراح ساكت كده وما عرفش يكمل. متخيلين حاله التوتر واصله لايه؟ فطبعا الموضوع ده اثر على هاني وخلاه قلقان جدا، بس لما جه دوره قدر الحمد لله ان هو يقول الكلمتين اللي كان حافظهم طول الليل. بعد ما خلصوا الاختبار اللي في الاوضه دي راحوا طالعين على اوضه تانية خالص فيها واحد تاني غير اللي كان موجود في الاوضه الاولانيه. المهم الواحد ده راح سائلهم مين اللي يقدر يشتغل شيفتات بالليل، فكل الناس رفعت ايديها ما عدا 2 3 كده كانوا ستات تقريبا، وتقريبا كانوا ربات بيوت، يعني عندهم اولاد وكده، اطفال يعني، فمش هينفع طبعا ايه يبقوا بالليل يعني. الراجل ده راح كاتب اسامي كل الناس في كشف، وبعد ما خلص كتابه اساميهم راح قايل لهم الكلمه الشهيره في اي انترفيو في العالم لازم تلاقي الكلمه دي، واحيانا الكلمه دي بيبقى ليها معنى كده مفهوم، وهو ان انت غير مقبول. ايه هي بقى الكلمه دي؟ روحوا وهنبقى نبعت لكم. عم هاني ده فضل قاعد مستني ان هم يردوا عليه، يوم 2 3 اسبوع، اسبوعين، 3 اسابيع، لدرجه ان هو فقد الامل. هو ما كانش ليهم رقم تليفون يعني تسالهم انت اكسبتد ولا ريجكتد ولا وضعك ايه. فالمهم هو حصلت له حاله استسلام كده وقال خلاص انا شكلي كده ما اتقبلتش، خليني بقى ايه اخش في الخطوه اللي بعديها واشوف شغلانه. بس بعد اسبوع وهو قاعد مع اصحابه على القهوه جاله تليفون كده، ولما رد لقى واحده صوتها ناعم قوي كده وبتقول له ايه استاذ هاني؟ قال لها ايوه انا. قالت له حضرتك عندك انترفيو بكره الساعه 8 في الشركه الفلانيه. كان فرحان جدا وراح مروح بقى مظبط اللبس بتاعه بقى وكوى القميص والبنطلون وظبط نفسه على الاخر. وتاني يوم راح الانترفيو، بس لما دخل المكان ما كانش فيه بقى الاعداد الكبيره اللي كانت موجوده دي، كان فيه تقريبا 8 من اللي كانوا موجودين بس، يعني طبعا نفهم من كده ان كل اللي فاتوا دول ريجكتد، يعني ما اتقبلوش. المهم ان هو راح داخل قاعد على الكرسي وفضل مستني ما يشوف هيعملوا معاه ايه. كانوا كل اللي قاعدين بيدخلوا مكتب كده، مكتب كبير بس قاعد فيه موظف واحد بس موظف كده شكله حاجه كباره كده. المهم جه ميعاد هاني عشان يدخل عند الراجل. اول ما دخل على الراجل راح قال له السلام عليكم، فالراجل رد عليه بالانجلش، ما اتكلمش عربي خالص. راح هاني قاعد وقعدوا يتكلموا مع بعض بالانجلش، والراجل ما كانش بيتكلم ولا كلمه عربي، كانت كل المقابله بالانجليزي. المهم خلصوا المقابله وشكل الراجل كده ارتاح لهاني. بعد ما كان بيتكلم بالانجليزي
راح فجأة بدأ يتكلم بالعربي، وراح قايل له يا هاني انت مقبول ان شاء الله، هتستلم شغلك من بدايه الاسبوع الجاي. طبعا هاني كان الفرحه مش سايعاه، ما بقاش مصدق نفسه، يعني هو كان من كام ساعه كان فاكر نفسه ان هو ما اتقبلش، ومن كتر الفرحه دي مشي على طول من المكان من غير حتى ما يسالهم على التفاصيل بقى ولا المرتب ولا المواعيد ولا الكلام ده. روح على البيت على طول عشان ما فيش حاجه تعكنن عليه من الاخر. انت لما تبقى رايح تقدم في وظيفه لازم تحط النقط على الحروف من اول يوم مهما كانت الوظيفه دي ومهما كان مرتبها. دي نصيحتي يعني. جت بدايه الاسبوع وعم هاني راح لابس الطقم التمام وراح نازل على المكان. لما راح هناك دخل بقى قاعه جديده خالص غير القاعه اللي كانوا بيعملوا فيها الانترفيو. القاعه اللي هو دخلها دي بقى كانت قاعه بقى مليانه موظفين، كل موظف قاعد في مكتب كده زي ايه يعني متقسم كده بارتيشنز كده، يعني انت قاعد ما تشوفش اللي جنبك. هو طبعا لما دخل القاعه كده حس ان ايه، حس بالزهو كده، ما بقاش متخيل ان هو هيشتغل في المكان ده، وحس انها بدايه جديده جدا لحياته. قاعه مكيفه، المكان شكله محترم، مفيش صوت، الدنيا شكلها منظم على الاخر. هو راح داخل القاعه دي وراح قاعد كده في منطقه فيها استراحه في القاعه، وراح جاي بقى واحد كده من الناس الموجودين، راجل برضه شكله كده ببدله، وراح معرف نفسه ليهم ان هو مديرهم المباشر، هو ده اللي هيبقى معاهم في وقت التدريب لحد ما يبقوا على الطريق. بدأ بقى المدرب يشرح لهم الشغل عامل ازاي، وراح قايل ايه، احنا هنا شغلنا يا جماعه عباره عن ان العميل عنده مشكله انت بتحلها له، مش بتحلها له من دماغك، انت عندك سكريبتات وجمل مكتوبه جاهزه للرد على اي عميل، والجمل دي لازم تلتزم انك تقولها بالحرف، واهم حاجه ان انت تكون بتتكلم برسميه وفي نفس الوقت تبان ان انت صديق العميل اللي بيتصل، واحد صاحبه يعني. وراح مكمل كلامه وقايل لهم احنا هنا يا جماعه نعتبر اسره واحده، واهم حاجه عندنا هي حالتكم النفسيه، لان انت حالتك النفسيه لو فيها مشكله مش هتعرف ترد على العميل وتحل له مشكلته. المهم ان هاني كان قاعد مبسوط كده وحاسس كده انه ايه بقى، ايه خلاص لقى بقى اللقيه بتاعته، خلاص انا كده خلاص وصلت، وكان في باله ان كل حاجه ماشيه تمام. وبعد ما الراجل خلص كلامه راح موري كل واحد فيهم مكتبه فين، وراح قاعد مع هاني اول واحد فيهم، وبدا بقى يعلمه الجمل المكتوبه والرد عليها. كل جمله العميل ممكن يسالها، جمل كتير بقى كده. طبعا ده كان اول يوم، فهم ما اشتغلوش فعلي في اول يوم، لا هم بس كانوا بياخدوا اليوم ده كده تعارف على الشغل وعلى المكان وهيعملوا ايه وكده. الشغل بدا بقى من تاني يوم، بدا يقعد على المكتب ويلبس السماعه اياها دي بالمايك، وبدا بقى ينتظر المكالمات. هم طبعا بيخلوه يرد على مكالمات فعليه، في بعض الشركات بتعمل ايه يعني بروفا كده، تخلي حد من الموظفين يكلمه، بس هم ايه لما بيلاقي الراجل اللي قدامه بيعرف يرد ولابق في الكلام بيدخلوه على الايه، بيدخلوه على الفرن على طول. فضل عم هاني قاعد ومفيش ولا مكالمه بتيجي. بعد ساعه كده راحت جايه مكالمه، فراح فتح الخط. اول ما فتح الخط لسه بقى هيقول له الكلمه اللي هم علموها له في التدريب، اللي هي صباح الخير يا فندم، هاني مع حضرتك من خدمه العملاء. لا الراجل اللي في المكالمه بيزعق جامد جدا ومتنرفز على الاخر، وبيقول له انت لسه هتصبح عليا، دي 10 مره اتصل بيكم وانتوا ما بتحلوش المشكله برضه. فطبعا هاني دي كانت اول مكالمه ليه، فحصل له حاله كده ايه يعني زي ما تقول كده ايه، اتخرس بقه لسانه اتلجم كده، مبقاش عارف يتكلم، لدرجه ان مديره المباشر هو كان قاعد جنبه طبعا عشان يلحقه لو في اي مشكله حصلت ولا حاجه، لان ده واحد بيتدرب لسه ما ينفعش يسيبه كده على طول. فالمدير حس ان في حاجه غريبه في المكالمه، راح قايل له بصوت واطي كده قول له هشوف المشكله وارجع لحضرتك. فراح هاني قايل له هشوف المشكله وارجع لسه هيكمل الكلمه، راح الراجل قافل السكه في وشه، وطبعا راح مديله تقييم 1 من 5. كانت بدايه مش مبشره لهاني خالص، وحس ان الدنيا كده ايه يعني الفرحه اللي كان هو فرحانها دي اتقفلت فجاه الدنيا في وشه كده. بس المدير طمنه وقال له يعني بص عادي، شغلانتنا دي فيها كده، لازم يبقى عندك يعني ايه ماسك اعصابك وما تقلقش، وانت حظك ان المكالمه دي جات لك في اول مره انت ايه تبدا فيها. المهم عدى الموضوع ده وفضل هاني قاعد مستني المكالمات التانية، قعد فضل فتره كده مفيش مكالمات بتجيله خالص، لحد ما بعد مثلا ساعه او ساعه ونص كده بدات المكالمات تجيله، وكلها كانت مكالمات جميله جدا. الناس بتسال الخط ده بكام، الكارت ده بكام، طب ايه النظام ده فيه ايه، طب لو انا اشتريت النظام ده هيبقى احسن ليا، طب ايه احسن نظام ليا. طبعا الكلام ده كله كان موجود في السكريبت المكتوب قدامه اللي هو بيرد منه يعني. فكانت العمليه سهله جدا والدنيا مشيت تمام. عمل له مثلا بتاع 10 مكالمات او 15 مكالمه وكل حاجه تمام التمام، لحد ما جات له مكالمه قلبت له حياته تاني. فتح الخط لقى واحده بتعيط، لسه هيقول لها مع حضرتك هاني من خدمه العملاء، راحت الست راحت مصرخه في التليفون انتوا شويه نصابين وعمالين تلقفوني لبعض، انا عارفه ان المشكله دي مش هتتحل، وراحت قافله السكه في وشه. بعد ما هي قفلت السكه في وشه، بالرغم من ان هو عمل مثلا بتاع 15 مكالمه ناجحه وكان واخد تقييم 5 من 5، الا ان المكالمه دي اثرت فيه جدا يعني. ودي عيوب الشغلانه دي يا جماعه، يعني في ناس ممكن ما تتحملش اعصابها، ما تتحملش ان حد يهينها بالطريقه دي، خاصه كمان ان المشكله مش بتاعتك، ده هي الشركه اللي انت بتشتغل فيها هي اللي عندها المشكله. يعني ببساطه كده مشكله الست دي ان والدها كان معاه خط وهو توفى، فهي عشان تطلع الخط باسمها كان لازم تعمل فيلم عربي وتجيب اعلام وراثه وتجيب قصه كده، هي الشركه ما عندهاش حل للموضوع ده، هي الست اوراقها مش جاهزه، ما يقدروش يدوها الخط كده عشان ده والدها يعني مش موضوعنا، بس انا بقول لكم ان نوعيه المشاكل اللي بتبقى موجوده في الايه في الشغلانات دي. هاني زعل جدا بعديها وبدا كده يقول لنفسه انا ليه اتهزق يعني، هو انا ذنبي ايه يعني، ليه حد يكلمني ويقفل السكه في وشي، انا ما عملتلوش حاجه، انا حيالله وسيط بيني وبين الشركه، لكن ليه هزقني يعني. فضل متضايق جدا يعني.
وحتى المكالمات اللي كان بياخدها بعد كده كان مأثر عليه الموضوع ده جدا. المهم ان المدير المباشر بتاعه قال له بص يا هاني، انت كده مش هتكمل معانا بالطريقه دي، مش معقوله ان كل مكالمه تجيلك بالنظام ده، انت هتتضايق، مش هينفع كده، احنا شغلانتنا دي مليانه، يعني انت ممكن يوم كامل يبقى كله مكالمات زي دي. يعني انت مثلا متخيل ان بني ادم ينزل من بيتهم كل يوم عشان يروح يسمع كلام مش تمام، وحظه يقع في يوم كامل مكالمات كلها ايه، عملاء عصبيين وعندهم مشاكل مش عارفين يحلوها. المهم المدير ده قاعد يهديه ويقول له ايه، شد حيلك وما تقلقش، واحنا وراك واحنا في ظهرك، ولو تعبان عايز تريح شويه ريح، مفيش مشكله خالص، 10 دقايق كده ولا حاجه. فالمهم هاني فضل قاعد لحد ما اليوم خلص ومشي. لما جه تاني يوم كانت الفكره مسيطره على دماغه ان المكان ده كله ناس قاعده مضغوطه، ناس قاعده يعني خايفه من المكالمه اللي تيجي. يعني انت النهارده شغلانه كده قاعد بتقول ايه يا حفيظ على كل رنه تليفون بتجيلك، انت ما بتعرفش اللي هيكلمك ده يقول لك ايه، ممكن تلاقي واحد بيشتمك على طول ايه مره واحده اول ما يكلمك كده، وممكن تلاقي الدنيا هاديه ولذيذه وانت بتعرف تحل المشاكل. ان الدنيا فضلت ماشيه معاه تمام قوي ومفيش اي مشاكل، 10 مكالمات كويسين ومكالمه يعني ايه مش تمام، فقال لك خلاص، ما هو برضه الدخل اللي بيجي منها كويس جدا. مواعيد العمل بتاعت هاني كانت من الصبح لحد الساعه 9 بالليل. كان بيحصل بقى حاجات بقى ايه، زي مثلا واحد من زمايله مثلا بيستأذن، عنده ظروف او عنده حاجه، فكان هاني يمسك الشيفت مكانه، لحد ما في يوم هو كان رايح تعبان جدا وما نامش في الليل، وكان بيعدي اليوم بالعافيه لحد ما تيجي الساعه 9، والساعه 9 ل 10 كده بدأ يلم حاجته عشان يمشي 9 بالظبط. لقى السكرتير بتاع مديره المباشر بيقول له ايه، استاذ فلان اللي هو المدير المباشر بيقول لك ما تمشيش لان فلان اللي هو الشيفت بتاعه دلوقتي مكان هاني ساب الشركه، فانت مضطر انك تقعد الشيفت بتاعه، ما عندهمش حل تاني. فطبعا هاني كان هيموت من التعب، قال هيدخل المدير يحاول يستسمحه ولا. فاول ما دخل للمدير وقال له ان هو تعبان وكده، فهو طبعا المدير قال له لا احنا ما عندناش الكلام ده، مش هينفع، ما فيش اعذار، احنا النهارده عندنا حاله طوارئ، زميلك اللي مشي ده لازم حد يكون مكانه، ما ينفعش المكان ده يكون فاضي، فانا متاسف ليك جدا انت مضطر تقعد. طبعا خرج هاني وهو زعلان جدا وحس كده ان هو ايه زي المحبوس كده. المهم ان هو خلى الراجل بتاع البوفيه يعمل له كوبايه قهوه كده دبل عشان يعرف يفوق، وبدأ يستقبل المكالمات. الساعة 9 10 11 الساعة 12 جاله مكالمة من البيت عنده بأن والدته تعبانة جدا ولازم يجي عشان يوديها المستشفى. على طول راح لامم حاجته ودخل على المدير عشان يقول له انه هيمشي. اول ما دخل لقى المدير بيبص له ببرود وراح باصص له كده يعني كأنه بيقول له ايه عايز ايه يعني. قال له بعد اذنك يا فندم بس انا همشي لان والدتي تعبانة جدا. المدير راح ساكت كده، قال له لا مش مشكلتي ان والدتك تعبانه، خلص شغلك وبعدين روح لها. طبعا هاني ما قدرش يمسك اعصابه، قال له يا فندم انا بقول لحضرتك انها تعبانه. قال له انا بقول لك دي مش مشكلتي، خلص شغلك وبعدين روح لها. طبعا قعدت تدور بقى في دماغه شويه صراعات كده، ارد عليه واقلب المكتب على دماغه ولا ارجع على المكتب واغزي الشيطان، ما هو والدته تعبانه يعني ده ظرف طارئ ملهاش حل. المدير كان بيتكلم بمنتهى الجموديه، انسى. فرجع هاني قاعد على المكتب وهو زعلان جدا لدرجه انه مش عارف يفكر، يعني كانت بتيجي مكالمات ما بيردش عليها، وبعدين في لحظه صمت كده راح قالع السماعه وراح مطوحها على المكتب وراح فاكك البادج بتاع الشركه وراح مطوحه في المكان وراح واخد بعضه وماشي من غير ما يبص وراه. طبعا القصه دي حقيقيه 100% وانا واخدها من لسان هاني ده اللي هو مش اسمه هاني طبعا، وحصلت في شركه من شركات الاتصالات المعروفه جدا في مصر. واهم درس نستفيده من القصه دي ان مش كل حاجه الفلوس، وكمان مفيش اغلى من كرامتك واهلك، ولو حاجه جت جنب المنطقتين دول لازم يكون الرد سريع جدا، حتى لو الرد ده هيكون انك تمشي وتستقيل من المكان. السلام عليكم.